ما يمكنش تزور وجده وما تمشيش تذوق الدجاج اشهر فران في هذه المدينه. راه بحال الا مشيتي لمراكش وما زرتيش جامع فنا، اولا مشيتي لباغي وما دقتيش الكخواص. وحباس غتكونوا دابا كتقولوا شهيتينا فين نقدروا نلقاو اشنو نقدروا نلقاو عنده من غير الدجاج. مع الاخ محمد معروف بالو مومو في وجده. اي حاجه طاحت لكم في بالكم شهيتوها انتم في وجده، عيطوا على الو مومو غتوصلكم حتى للدار ولا لوطيل. ولا الله يعطيك الصحه، قلتي لنا فين غادي تدينا اليوم؟ بلاصه معروفه. غادي نمشيو دابا الفران الحسن او المعروف بالحسن بودير. الفران اللي معروف في الجهه الشرقيه وبالضبط في مدينه وجده. هذه هي السويقه ديال بودير السريطه. اييه حنا غادي ندخلوا من هنا في واحد الاحياء، راه كاين وحده المدرسه ديال المحمديه راه معروفه، المدرسه الابتدائيه ديال المحمديه، وغادي نمشيو تما ان شاء الله. حنا جايين بكري شويه السريطه على حساب كيكون التور عامر، ما نلقاوش بلاصتنا، خصنا نجيو شويه بكري باش هذاك الشيء اللي قلتي لي حنا وصلنا ياك. شوف لي حنا وصلنا. هذا هو الحسن بودير اللي كيبان اون فاس هاد الدار اللي فيها الكراجات كراج والاخر. دابا حنا غادي نحاولوا نستاسيونو غير هنا خريطه ما حد جينا بكري. اللي بغى يقلب عليه في جوجل ماب يدير مطعم وفران الحسن غيلقاه دغيا. الريستو شعبي مقاد بطريقه بلديه، ولكن الفوق عندهم مساحه كبيره فين تقدروا تجلسوا. غير هو على ما قالوا لي راه دغيا كتعمر، وللمعلومه راه ما كيخدموش النهار كامل. الاطباق اللي غادي تشوفوا كتكون ما بين 12 و 3، وعلى حساب الطلب تقدر تسالي بكري. بلا ما ننصحكم تتبعوا الباج، كاين الجديد في الجهه الشرقيه وفي الريف. عشنا تجارب اكثر من رائعه اللي غادي تكتشفوا معنا في ستوريات وفي الفيديوهات، وباقي تكتشفوا بلايص بحال عند الحسن في مدن اخرى. وفعلوا الجرس وندوزوا دابا لمرحله التذوق. وللاشاره السي الحسن جا من سوس المنطقه الشرقيه وبالضبط وجده. اللي خلى المأكولات ديالو مميزه هو ان كلها كطيب وسط من فران على نار مهيله وسط من الحطب. كيخرج لينا هذا الخير، ها الراس، ها الدجاج، ها الكوكلي، ها الفخيده تاع بيبي، ها الكرعين، ها الجنيوحات، ها الطنجيه الوجديه، وزيد وزيد من الشهيوات. يا سلام شحال كيكونوا رطبين دوك اللحيمات. شوفوا ليا هاد الكرعين كيخرجوا. ايوا باش نقدر ناخذ فكره على الاطباق ديالهم خدينا انواع كثيره. الدجاج مشهور ديالهم الكرعين، الطنجيه الوجديه، وحتى اللحم الراس والتقليه ديالهم. ولكن اللي غنقدر نقول لكم هو انه الدجاج اللي ذقت عندهم مذاق خطير ويونيك، اول مره ندوق بحاله. شكون يقدر ياكل العينين؟ ها هو في المذاق ذقت الكرعين، كرعين زوينين. الدجاج بالنسبه لي رقم واحد، تابعوا الكرعين، تابعوا الكوكلي. تقليه بنينه مي عاديه بالنسبه ليا، ماشي مذاق سبيسيال. هذا ما كاينش في شي بلاصه اخرى في المغرب. مازال ما دقتش الطنجيه الوجديه ماشي مراكشيه، وهنا تيبان لكم الاختلاف. كاين اللوز، كاين الكركاع، كاين برقوق. يقدر حتى النوع ديال اللحم ماشي الملج، ولكن بان لي انا ملج. باقي الجنيوحات وباقي لحم الراس، هادو مازال ما دقتهمش، ولكن هذا رقم واحد. مدينه رائعه وباقي ان شاء الله نرجعوا ليها.